بتتكلم القصة عن بنت عادية جدا بتكلم أمها بشكل طبيعي جدا. حبيبتي، هو انتي ليه صاحية لحد دلوقت؟ هل بتفكري بحد؟ مين؟ ازاي يعني؟ ده اللي هفكر فيه هيكون سعيد الحظ. المهم انها بتقفل الخط على والدتها، وده لانها مش عارفة تنام بسبب ان عندها أرق بتاع كل يوم. يعني من الاخر هي مش بتفكر في حد، بتجرب ادوية عشان تشوف اخرة الأرق ده ايه، لكن حتى بعد ما اخدت الادوية مفيش اي فايدة. طب نعد خروف 1 2 طيب ليه مش عارفة انام؟ هي شكلها ليلة منيلة بنيلة، بتسمع اغاني مهدئة لكن مفيش فايدة. طب نجرب حبوب منومة وشوية رياضة مع شوية شموع. مش مهم الشموع. طب اعمل ايه؟ وبعد صياح كتير بتنام اخيرا. يا شيخة زهقتنا في عيشتنا. بس بنلاحظ ان في حاجة كده غريبة بتدخل جوه الشقة بتاعت اختنا اللي نامت. ما هذا؟ ايه هذا؟ اكيد الاخت واكلة اكلة كبسة على نفسها، ولا ده مش حلم؟ تقريبا ان الشيء ده مش حلم. وبيطلع من اختنا كرة غريبة كده. استنوا، ايه؟ شكل ان في موز هنضيفه للقايمة. فجأة كده البطلة بتفتح عينيها وبتلاقي نفسها بتطير. ايه الفيلم الهندي ده؟ اختنا دي ذات نفسها مش عارفة هي فين، وتقريبا هي بتحلم بس الحلم تحسه واقعي. وبما انها ادركت ان ده حلم فده معناه انها نامت اخيرا. استنوا كده، مش ده الموز اللي احنا لسه حاطينه في القايمة؟ هل هو دخل معها الحلم؟ طب احنا عاوزين نشوف ملامحك. طيب حتى اختنا دي هي عاوزة كمان تعرف هو مين ده. وفي لحظة صمت كده بيجي عينيها في عين الموز اللي احنا مش عارفين هو مين لحد دلوقتي. العسود ده بيمشي وبياخد قلبها معاه وقلبنا كلنا والله. وفجأة كده المؤلفة بتاخدنا لواحد لسه بيصحى من النوم والشخص ده بيطلع ان هو نفس الشخص اللي دخل حلم البنت ام شعر اخضر. هو باين عليه الاستغراب لان ازاي البنت دي عرفت تشوفه. الصراحة بداية كويسة للقصة، فخلونا نكملها. نيجي على اختنا البطلة اللي اسمها بالمناسبة ايف او ايفا، اسم غريب شوية. واخيرا صحت بعد نوم طويل، وحاليا هي بتدور على وظيفة عشان انفصلت للمرة الثالثة من الشغل، وده لانها مش بتنام بالليل بسبب الارق. وفي نص اليوم بالنهار كده بتروح نايمة غير اراديا، فبتضيع الشغل من بين ايديها. اما بنت منحوسة بصحيح، وهي في قمة وحدتها وان مفيش حد يهون عليها، فبتيجي واحدة كده من حيث لا ندري. يا بنتي يا ايف، عاملة ايه؟ معلش اتأخرت شوية. عادي ولا يهمك يا روح قلب اختك. هو انتي بتدوري على شغل؟ لا 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 لا، انا مش بدور على الكلام الفاضي ده. صحيح، مش انتي عندك قناة على اليوتيوب وبتحملي فيديوهات؟ بس انا خايفة يمل متابعيني مني عشان مش بنزل كتير. ازاي اروح قلب اختك؟ انتي عسولة ومحدش ابدا يقدر يعمل كده. صحيح، هو انتي عندك كام مشترك؟ عندي حوالي 2,000,000. ما شاء الله يا اسطى، عقبال 10 مليون. بس يا ايف المتابعين عاوزين حاجة كرييتيف وصوت حلوة عشان يسمعوه. فاكرة اليوم اللي احنا كنا فيه في حفلة وكنتي بتغني؟ الفيديو ده انا حملته فيديو شورتس. لحظة، يعني انا ظهرت في الفيديو؟ لا، انا اللي كنت فيه، لكن صوتك هو اللي ظهر في الفيديو. تعرفي ان صوتك حلو قوي. طب ليه ما تجربيش تكسبي من صوتك ده؟ صوتي حلو؟ بتهزري؟ ما انتي مش عارفة اللي بيحصل. المتابعين مفكرين ان ده صوتي وقاعدين يمدحوا فيا. انا مش بعرف اغني يا ايف، بس لو ينفع انك انت تغني وانا هتظاهر باني انا اللي بغني، حتى لو لشوية وقت صغيرين، وطبعا هيكون ده بمقابل. انت عارفة ان المتابعين عاوزين شخص كده شكله حلو ومعاه موهبة، بس انا ما عنديش موهبة شبه صوتك يا ايف. عارفة ان انا بطلب منك كتير، بس ده فعلا هيساعدني. بوعدك انه هيكون لي وقت قصير. المهم ان ايف بتحاول تفكر، بس بيجي واحد ببدلة وبيقعد وراها. ياما الرعب ده. ما تخافيش، ده مدير اعمالي، هو مش مخيف للدرجة دي. المهم ان اختنا ايف مش عارفة توافق ولا لا على العرض البت صاحبتها، بس بتعيد حساباتها مرة تانية، بس مش عشان الفلوس، ده بسبب ان الشخص اللي وراها ده مش مريحها ابدا. وهي في طريقها للبيت بتفكر في الموضوع العرض بتاع صاحبتها، مع انها مش موافقة، بس ما عرفتش تقول لصاحبتها لا. وهي ماشية سرحانة في التفكير، فجأة بتخبط في شخص. اوبا، مساء الانوار يا عم الشبح. طبعا عمنا الشبح ده اول ما شاف البطلة فبيهرب على طول. ايه البني ادم ده؟ وربنا يا ابني انت متخلف. المهم ان صاحبتها اليوتيوبر بترن عليها وتقول لها ان مدير اعمالها هيجيلها في يوم عشان تمضي معاه العقد بتاع الشغل. ايه وحياة امك؟ ما تخافيش والله، ده طيوب، واضح يا اختي ان هو طيوب.
المهم ان البطلة بتاعتنا بتحاول تنام مرة تانية زي امبارح كده، بس مش بتعرف. ايه ده بقى، هنرخم مع بعض ولا ايه؟ مهما اخدت في حبوب نوم برضو زي ما هي، لكن في لحظة سكون بتنام، والشبح بتاعنا اخيرا بيظهر. بيحاول ان هو يعدلها في وضعية نومها، وبياخد منها الكرة الغريبة اللي احنا لحد دلوقتي مش عارفين هي ايه. اخرب بيت حلاوتك يا اخي، انا خلاص حطيتك من ضمن ال100 شخص المفضلين عندي. هما تقريبا مش 100، هما ازيد من 100. هو تقريبا اي شخص حلو في الحياة بحطه فيها، فسلكولي. والمهم ان هو بياكل البتاعة الغريبة دي، وفجأة بنروح على حلم البت ايف، وبنعرف انها ومن هي صغيرة حلمها تغني، بس عيلتها كانوا عكس رغبتها، وعشان كده ايف قررت انها تعمل اللي اهلها عاوزينه، وبتطلع عليها صاحبتها اللي عاوزة تاخد صوتها. الموضوع بالنسبة لايف بقى مرعب، حلم طفولتها بقى كابوس، واحلامها بقت تدخل في بعضها، وبينتهى الموضوع بانها واقفة على حبل في سيرك وكل الانظار عليها، ولما خلاص هي مش بتعرف توازن نفسها فبتقع. وهنا بقى بيظهر عمنا الشبح. انا مركزة على اهدافي. الكابوس اللي البطلة كانت بتحلمه بيختفي، وبنلاقيهم طايرين. طب خدوني معاكم طيب. نصيحة مني صغيرة، ما تحاوليش تتعمقي في الأحلام. فجأة كده ومن حيث لا ندري، المؤلفة بتاخدنا تعرفنا مين الشخص الحلو ده، اللي بالمناسبة اسمه ديمون أو داي، بس هنسموه ديمون وخلاص. طبعا احنا عارفين ان أي بني آدم في هذه الحياة لما بينام وبيحلم بأحلام، إلا الشخص ده لما بينام مش بيحلم بأحلام. لا يا عزيزي المشاهد، ده لما بينام بيتحول لصائد أحلام. انت يا عم ست قلبي والله. عمنا ديمون عنده برضك لعبة بتتحول لشبح زيه كده، وبعدها بيروحوا يدوروا على أحلام ياكلوها. الناس مش بتشوفهم، لكن بيبان ليهم ان في هوا معدي. عمنا ديمون لما بياكل احلام اي حد بيقدر ان هو يدخل الحلم ويشوف ايه محتوى الحلم، بس الحالم نفسه مش بيشوف ديمون، ومن حلم ورا حلم بقى يتوقع شخصية الناس من احلامهم وكمان الاحداث اللي بتحصل معاهم. وعلى الرغم من كده هو مش بيحس بالاكتفاء، او بالمعنى الاصح هو مش عارف يشبع من الاحلام، وبيصحى جعان وحالته حالة. حتى لو اكل 20 حلم او ازيد مش بيحس بشبع، لحد اليوم اللي دخل فيه اوضة ايف واكل حلمها. هو اساسا اتأثر بالحلم وبإيف ذات نفسها، ولما صحى من النوم حس ان حياته بقت اجمل بكتير. حسيت فعلا بالتغيير. خلونا نكمل. عمنا الحاج نام نوم عميق لأول مرة، وعشان كده راح ليها تاني عشان يتأكد من وجهة نظره، وهو حاليا معها عايشين لاف ستوري، واحنا لا. طب احترموا نفسكم شوية. بس هما بعد الحوار ده بيصحوا. صباح الخير يا عم الشبح. وأدرك عمنا الحاج إن هو لما قابلها مرة تانية عارف إن هو ينام، لكن هو مش عاوز يعتمد على حلم شخص واحد. المهم إن هو بيطلع من أوضته وبيشوف بنت عمه الهبلة قاعدة تتفرج على فيديوهات البنت صاحبة إيف، وفرحانة بصوتها، فعشان كده قاعدة تصيح من الصبح، وبتوري فيديوهاتها لكل الناس اللي معاها في السكن، حتى لعمنا ديمون، بس هو مش مهتم اساسا، غير ان هو مش عاوز يرجع بدري النهارده عشان مش عاوز يلعب لعبتهم الهبله بتاعت كل مره، وده لان هو عارف اللي هيحصل وان هو هيخسر على اي حال. يا اسطى انت اهبل وربنا. عمنا ده لان هو عارف شخصية الناس وبتوقع تصرفاتهم، فحاطط لنفسه شروط، ومن شروطه ان هو ما يدخلش احلام الناس المقربين ليه، وهو مشغول بتوصيل الحاجات في عقله بيروح ويجي على اختنا ايف. المشكلة ان هو لسه مش متأكد من ان احلامها هي السبب، فعشان كده هيزورها مرة تانية الليلة. نيجي بقى على اختنا ايف، وهي حاليا مش مصدقة انها نامت مرة تانية، بس بتفكر في عمنا الشبح، ومع تفكيرها ده بتنفض تفكيرها منه وبتقرر انها تبدأ يومها بشكل طبيعي. لكن في حد بيخبط على بابها. مين؟ أنا العفريت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا جاي هنا عشان أسلمك العقد المفروض توقع عليه. صحيح، تصدق نسيت. طب ممكن تديني دقيقة واحدة؟ استنى مش هغيب. تعال اتفضلي البيت بيتك. يا أنسة، هو أنت بتسكن هنا لوحدك؟ ايه ده بقى، هو عاوز يعمل ايه فيا؟ هعيد السؤال تاني، هل أنت قلتي لحد على وظيفتك الجديدة؟ لا ما قلتش لحد. اسمعيني كويس، الموضوع ده لازم يفضل سر عن أي حد، عشان لو حصل خطأ واحد فده هيعرض حياة شيري للخطر، وأي خطأ واحد منك مش هيمر من غير عقاب. ولما توقع العقد فده معنى انك انت موافقة على كل شروط العقد، وبما فيهم العقوبات لو خالفت الشروط. انسي ان في صحوبية بينكم، هي دلوقتي مديرتك فلازم تحترميها، واحسن لك انك تبذلي جهدك في الالتزام في العقد. كان يومي حلو من أوله، بس لما جه أبو نضارة ده بوظ يومي. بيعدي الوقت وبيجي الليل والأرق معاه،
وبعد محاولات من إيف إنها تنام فهي مش عارفة تنام، وعمنا الشبح قاعد مستنيها تنام من أول الليل بس ما فيش فايدة. بس فجأة إيف بيجيلها إدراك وكأنها شافت عمنا الشبح، هو ذات نفسه اتفاجئ إنها بتقرب منه. طب ازاي هي شايفاني؟ بيطلع إنها بتقتل ناموسة معدية في الجو، راحت أحلامه بهب بالريح، معلش هتتعود ما تخافش. المهم إن عمنا الشبح زهق وعشان كده هيسيبها الليلة وهيرجع عليها تاني بكرة، بس برضه ما فيش فايدة، كل يوم على هذا الحال. هي مش بتنام؟ يا بنت الناس روحي نامي. دي بتهزر صح؟ الموضوع ده هيستمر كتير؟ طيب ده انتي رخامة بقى. يا اسطى عينك جت في عينها، شفتوا بينكسف ازاي يا اختي بطه. المهم ان هو بيمشي اخر ما زهق، بقاله اسبوع على هذا الحال وبيصحى من النوم كانه ما نامش اساسا. بس هنوقف لحد هنا لاني فعلا تعبت نفسيا من التسجيل، عدته 3 مرات بس عشان عيون عمنا ديمون، اقصد عشان عيونكم طبعا. فما تنسوش قبل ما تقفلوا الفيديو انكم تكتبوا تعليق يشجعني اكمل الملخص، واهم حاجه لو انتوا جداد في القناه اشتركوا فيها. وبس كده، اشوفكم في الفيديو الجاي، مع السلامه.